لماذا يحلق اللاعبون شعر أرجلهم؟ قد تلاحظ أن كثير من لاعبين كرة القدم يحلقون شعر أقدامهم. الأمر ليس نعومة زائدة ولا حفاظا على مظهرهم الخارجي، بل لها أسباب منطقية وعديدة. اللاعبون المحترفين في أوروبا يخضعون لجلسات مساج أسبوعية. وجود الشعر يعيق المعالج الطبيعي عند استخدامه الجل، كما يعقد من عملية تطبيق أي مواد مستخدمة خلال هذه الجلسات. كما أن اللاعبين يضطرون في مناسبات عديدة وكثيرة لاستخدام لاصق طبي لغايات تغطية جروح تحدث أو لغايات الدعم أو أي أمور أخرى. وجود الشعر يخلق ألمًا عند انتزاعها. هنالك من يرى أن حلق شعر الأرجل يساعد اللاعبون على الانزلاق بحرية كبيرة ويعطيهم حركة أقل احتكاكًا على الأرض. السبب الرابع تسويقي، فهي تعطي اللاعبين شكل أرجل قوية أكثر قابلة للترويج، خصوصًا من يملكون عضلات أرجل بارزة. السبب الخامس الذي لا يعرفه اللاعبون أنفسهم، في دراسة عام 1987 تبين أن حلق شعر أقدام الرياضيين يزيد من سرعتهم لقلة مقاومة الهواء، ولكن الزيادة قليلة جدا جدا جدا. بقي أن نقول ليس فقط لاعبون كرة القدم من يفعل ذلك، تقريبا معظم الرياضات الاحترافية تفعل ذلك. وبرأيك ما هو السبب المنطقي الذي يجعل اللاعبين يحلق شعر أقدامهم؟ اكتب رأيك في خانة التعليقات. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. سلام.